قصتنا النهاردة قصة من نوع الدرامي. القصة بتتكلم عن في شاب اسمه شريف ساكن في حارة شعبية في الإسكندرية. شريف كان مشهور بين أصحابه إنه بيحب الاختصارات، أي حاجة في حياته لازم يعملها بأسرع وأسهل طريقة. في يوم صاحبه محمود قال له: يا عم شريف، أنا لقيت شغل في شركة محترمة، قدم معايا. شريف رد وقال هو بيشرب الشاي وقاعد على كرسي في القهوة: لا يا عم، أنا هدور على حاجة تجيب فلوس أسرع. عدت أيام وفضل شريف قاعد على القهوة من الصبح لليل، كل يوم يطلع بفكرة. مرة قال هبيع موبايلات وبالفعل ضربت معاه وخسر. ومرة قال هفتح محل عصير وخسر. مرة قال هشتغل في التجارة أونلاين وفجأة خسر. أما محمود فكان كل يوم يروح الشغل ويتعلم حاجة جديدة. بعد سنتين محمود اشترى عربية مستعملة وبدأ يحسن حياته، وشريف لسه قاعد على الترابيزة في القهوة. في يوم شريف قابل راجل أنيق جدا نازل من عربية فخمة. راح له وسأله: هو حضرتك بتشتغل ايه؟ الراجل ضحك وقال: أنا محمود. يا شريف. شريف اتصدم: محمود صاحبي؟ لا ايوه يا عم. قعدوا يتكلموا شوية ما بينهم عشرة برضه، وبعدين شريف سأله، قال له: بصراحة ايه السر يا محمود في اللي انت فيه ده؟ محمود ابتسم وقال: ولا سر ولا حاجة، انت كنت بتدور على الطريق القصير وانا كنت بدور على الطريق الطويل. شريف سكت. لأول مرة في حياته حس ان المشكلة مش حظ، المشكلة انه كان بيدور على الطريق القصير ودايما مستعجل على النتيجة قبل ما يشتغل عليها. تاني يوم أهل الحارة اتفاجئوا. شريف صحى بدري ولبس هدومه ونزل يدور على شغل بجد. واحد من أصحابه قال له: رايح فين يا نجم؟ رد شريف وهو ماشي: رايح أدور على الطريق الطويل، أصل شكله هو اللي بيوصل. من يومها بدأت حياته تتغير واحدة واحدة، مش في يوم ولا في أسبوع، لكن بعد سنة كاملة بقى عنده شغل ثابت ودخل محترم، وبقى عنده عربيات وعنده زي عمار، والدنيا معاه بقت مليونير زي ما بيقولوا كده. ولما حد كان يسأله عن سر النجاح زي ما هو سأل محمود، كان يضحك ويقول: جربت الطريق المختصر وفي الآخر اكتشفت إن مفيش أكثر من الشغل. خد النصيحة دي انت كمان. والسلام.